هي اللجان ليه مصدومة من تصريحات رئيس الكاف، غليان في أوضة لبس النادي الأهلي، تسريبات، عقوبات، زيزو فضيحة، إمام عاشور لعيب على النادي الأهلي، كارثية تشكيل كابتن حسام حسن أمام أسبانيا، والعديد والعديد من الأخبار. ولكن ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد مع صوت زملكاوي. أرجو إن أنت تدعم الفيديو باللايك والشير حتى يصلك كل جديد، ولو مش مشترك في القناة اشترك عشان لما تفتح اليوتيوب بتاعك تشوف الفيديو بتاعي على طول وتقدر تتابع آخر أخبار نادي الزمالك. النهاردة خبرنا الأول بقى وبدءا ذي بدء بالمنتخب القومي. وتعالى اقول لك بقى ان انا عندي مشكله مع كابتن حسام حسن قبل ماتش اسبانيا. قال لك ايه بقى في المؤتمر الصحفي؟ انت بتتكلم عن منتخب مصنف اول على العالم وبتقول هنواجه نفس المستوى. طب ازاي يا جماعه هنواجه نفس المستوى واحنا رايحين نلاعب اسبانيا في ملعبه وعلى ملعبه وبين جمهوره؟ تمام، انا ما عنديش مشكله انك تحترم الخصم، مفيش اي مشاكل، بس مش مفهوم. ايه اللي مش مفهوم؟ ليه حاسس ان في كده رهبه يا جماعه بالزياده من الكابتن حسام حسن؟ نيجي بقى للنقط الاهم. انت بتفكر تبدا بنفس تشكيله مباراه السعوديه؟ مش هينفع يا كابتن. هنا بقى تبقى مشكله حقيقيه. السعوديه حاجه واسبانيا حاجه تانية خالص، حاجه مختلفه. انت بتتكلم على اسبانيا سرعات، ضغط عالي، استحواذ، لعب ومبازيه ما بينهم وبين بعض ومهارات عاليه جدا. لو نزلت بنفس التشكيل دوت يبقى انت بتديهم نص الملعب هديه كده من اول دقيقه لاخر دقيقه. انا مش ضد الجراءه، خليك جريء، ما عنديش مشكله، بس الجراءه لازم تبقى يا جماعه محسوبه والريسك يكون موجود، بس في نفس الوقت يبقى ريسك محسوب قدام فرقه زي دي. مش نخش نجرب قدام منتخب ممكن يعاقبك على اي غلطه. الموضوع يا كابتن حسام مش ان انت تجرب، الموضوع ننافس حتى لو فروق الامكانيات موجوده. يا كابتن احنا مش رايحين نتصور مع اسبانيا، احنا رايحين نلاعب اسماء اسبانيا ونلعب الماتش ونستفاد من اسبانيا ومستوى اللعيبه يلعب ويتعود على المستويات العاليه ديت. يا تثبت ان عندك فكر يا هتتحط في اختبار، واختبار هيبقى صعب جدا. عايز اقول لك ان المباراه هيبقى فيها 11 تشكيل، 11 تغيير زي مباراه السعوديه، والمباراه محسوبه نقاطها. لو نادي الزمالك اتعادل هياخد نقاط، لو انا اسف لو المنتخب اتعادل هياخد نقاط، لو قدر ان هو يكسب هياخد نقاط، منتخب اسبانيا برضه هياخد نقاط. هتفرق معاك كتير جدا المباراه لو حققت نتيجه ايجابيه. تعال بقى نخش لخبرنا التالي وبخصوص قضية أحمد السيد زيزو والتسريبات والعدالة الغائبة. هل إحنا جماعة أمام أزمة في قانون الطبيعة أو القانون بوجه عام، أم هي الأمور كلها بتطبخ كده في الخفاء في أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم؟ ده اللي احنا شايفينه وده اللي احنا حاسينه خلال الفترة اللي فاتت. في صمت يا جماعة كده رسميا من اتحاد الكرة، تسريبات متكررة، علامات استفهام كبيرة. أزمة بقى التسريبات ديت تبص تلاقي على مدار شهور من أول بقى ما تتعمل اللجنة. كان الأول ما فيش لجنة معمولة موجودة أصلا، اللي هي لجنة شؤون اللاعبين دي ما كانتش موجودة أصلا وتم تشكيلها بعد كده. وعلى مدار الشهور من ساعه ما كان مفيش لجنه وتسريبات بتتسرب ان الموضوع في صالح امام في صالح زيزو، تسريبات مستمره بموقف اللاعب وقوه موقف اللاعب وضعف موقف نادي الزمالك، رغم انه وقتها ما كانش فيه لجنه شؤون قايمه على هذا الاساس. الواقع بقى الاخطر تسريبات تفاصيل الحكم قبل صدوره، الحديث بقى عن تغريم الزمالك 60 مليون جنيه، 70 مليون جنيه، 80 مليون جنيه. والسؤال بقى اللي احنا بنساله بقى، هل يوجد في العالم محكمه بتسرب حكمها قبل النطق بيه؟ الشكوك طبعا حول الحياد في حاله زي دي بتبقى كبيره جدا وبيبقى في شبهات. المستشار محمد المشطه المستشار القانوني للاتحاد معروف بانتمائه للنادي الاهلي وعلاقاته جيده جدا بكابتن الخطيب ومحمود طاهر من قبله. الانتماء مش هو المشكله، لكن الصمت مع وجود تسريبات بيفتح باب الشكوك. تفاصيل عقد زيزو يا جماعه كان 3 سنوات من 2022 ل 2025، اجمالا 84 مليون جنيه و600 الف وكسور شامل الضرائب. وركز وحط كلمه شامل الضرائب تحتها مليون خط. التوزيع موسم اول 23، موسم تاني 30,700، موسم تالت 30,700. نقاط النزاع بقى البند الاساسي اللاعب يتحمل الضرائب كان موجود، ولكن تم اضافه بند تكميلي بعد كده على العقد.
النادي يتحمل الضرائب كاملة. وهنا بقى ظهرت الأزمة لما الضرائب زادت، وراح لأبو زيزو واتكلم مع نادي الزمالك قال لهم الضرائب كتير جدا وده بيقلل من العقد. هل العقد صافي أم الأرقام تشمل الضرائب؟ هنا بقى المشكلة. رواية إدارة الزمالك وفق تصريحات أمير مرتضى منصور قال لك الرقم المذكور يساوي صافي بعد الضرائب. عفوا، دي نقطة. وتم دفع رسوم التوثيق على هذا الأساس. الإدارة الحالية بتؤكد أن النادي قدم كل المستندات، بل وبيطالب بمستحقات من اللاعب نفسه. يعني نادي الزمالك عايز فلوس من اللاعب. ملف الإعلانات بند مهم، الزمالك حاطط 20% من إعلانات اللاعب يخشوا لنادي الزمالك، وده اتهام مباشر. والد اللاعب بيحاول يستغل البند ده لتحقيق مكاسب مضاعفة من نادي الزمالك. نقطة بقى مهمة جدا اللي هي الرواية المتداولة ان اللاعب حصل على مستحقات كاملة. يعني نادي الزمالك بيعترف ان هو حصل اللاعب على مستحقاته، ولكن ليه 9 مليون جنيه نادي الزمالك حجزهم. ليه؟ لان نادي الزمالك قال لك في غرامة انقطاع 25 يوم، ودي علامات استفهام كبيرة جدا، لان اتحاد الكورة من ساعة ما انتقل للنادي الاهلي اكتر من سنة دلوقتي، ونادي الزمالك قال ان اللاعب منقطع، ولغاية دلوقتي ما فيش اي عقوبة. يعني حتى انقطاعه ده الاتحاد الكرة نفسه ما خدش فيه اي اجراء. دي نقطة. النقطة الثانية مستحقات الاعلانات لصالح النادي، وده اتهام خطير جدا، لان محاولة الحصول على رقم 3 بقى، محاولة الحصول على العقد مرتين، مرة بالقيمة الأصلية ومرة بأرقام مضخمة بتوصل ل 140 مليون جنيه، يعني مضاعفة العقد 200%. بالاضافه للاعلانات نادي الزمالك ليه نسبه. ولو نفتكر انه في ليله كاس مع نادي بيراميدز راح عمل برنامج او عمل حلقه مع فايق، نادي الزمالك المفروض داخل له نسبه من الفلوس اللي خدها اللاعب. ازاي اللاعب سافر او استعد للسفر، وازاي يطلع الباسبور بتاعه، وازاي مع انه المفروض ان هو يبتدي ان هو يتفاوض او يطلع الكلام ده وهو مش متعاقد مع نادي الزمالك. دي عليها علامات استفهام كبيره جدا. السيناريو الجاي بقى، نادي الزمالك ناوي يعمل ايه؟ في حاله صدور حكم يا جماعه ضد نادي الزمالك، النادي بيتجه الى المحكمه الرياضيه الدوليه مع توقيع حسم سريع، مع توقع حسم سريع. الرساله بقى الاخيره من صوت زملكاوي لاتحاد الكوره، فين بقى يا جماعه الشفافيه؟ وليه الصمت المطبق ده وعدم صدور اي ما يكذب الكلام اللي بيتقال ده؟ ورساله بقى للمستشار محمد المشطه، مطلوب منك رد واضح على التسريبات ديت، لان غياب الرد معناه الشكوك والشبهات ليس اكثر. المفروض الملف ده مش مجرد يا جماعه نزاع تعاقدي. الموضوع اللي بيحصل ده تسريبات خطيرة جدا، وبيحصل تضارب روايات وأزمة كبيرة جدا في العدالة والثقة خلال الفترة اللي فاتت. يا إما يبقى فيه شفافية من اتحاد الكرة، يا إما نادي الزمالك يصعد دوليا الأمر في موضوع زي ده، لأنه غائب تماما عملية الشفافية. ومن الواضح في الموضوع في نوع من التدليس ونوع من تحويل الحقائق ونوع من محاولة إن هو الاتجاه في اتجاه معين. تعال بقى وصدمة اللجان من تصريح رئيس الكاف. ازاي يا جماعه؟ يعني انا بسالهم ازاي يا جماعه الكاف يبقى حلو كده لما بتكسب، ويبقى ظالم لما بيطبق عليك القانون في حاله تجاوز الجمهور بتاعك؟ في بصراحه كده يا جماعه في لجان شغاله ليل نهار عاملين نفسهم اعلاميين وبيبيعوا الوهم للجماهير. الكلام ده بنشوفوه على صفحات الفيسبوك، مره يقول لك مؤامره ومره يقول لك الكاف ضدنا، ويرجع بعد كده يتهمك انت بقى بالمؤامره. طيب تعالوا نفهم بقى القصه بالعقل مش باللجان. رئيس الكاف باتريس موتسيبي قال انه اتفاجئ بعدم حضور جماهير النادي الاهلي في مباراه الترجي. قالوا ايه بقى؟ قال لك اصل هاني ابو ريده مش بينبه رئيس الكاف ان جماهير النادي الاهلي لم تحضر المباراه. وخلينا اقول لهم كده يا جماعه، يعني بجد الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، هو في مسؤول يقدر يعادي النادي الاهلي او حتى يفكر يعمل معاه كده؟ اول حاجه عملها هاني ابو ريده لما جه النادي الاهلي، لما جه اتحاد الكره راح النادي الاهلي. اول حاجه عملها اشرف صبحي لما مسك وزير الرياضه راح النادي الاهلي. اول حاجه عملها جوهر نبيل لما مسك وزير الرياضه جاب النادي الاهلي وقعد معاه. دي اول زياره لاي منصب ان هو يقابل النادي الاهلي ويشوف السياسه ماشيه ازاي، لانه عارف المنظومه شكلها ايه، والا ما كانش جه. طيب نيجي بقى للنقطه الاهم. الكاف لما يديك بطولات بيبقى حلو وجميل وبالسكر، لما يديك لقب بيبقى عظيم، لكن لما يعاقب جماهيرك بيبقى ظالم وفي مؤامره. لما يطبق اللوائح بتبقى المؤامره يا جماعه ده عايز النادي، ده بيدور على ان هو يدمر النادي. يعني القانون بيمشي على مزاجك انت. تمام. الاتحاد
الافريقي لكره القدم هو نفس الكيان اللي اخدت معاه كل البطولات. نادي الاهلي خد خلال القرن ده 10 بطولات دوري ابطال افريقيا. القرن اللي فات خد بطولتين فقط لا غير، وواخد واحده كونفدراليه، 11 بطوله افريقيه غير كاسات السوبر، غير كاسات السوبر. وفي نفس الوقت القرارات اللي هي معاك بيبقى تمام، القرارات اللي هي ضدك بيبقى كده في ظلم وفي محسوبيه وفي مؤامرات بتتنفذ. ينفع تبقى راضي عنه وقت المكسب وترفض وقت الخساره؟ ولا هو يا جماعه مبدأ، ولا هي ماشيه على المزاج؟ الدنيا ماشيه معاكم ازاي؟ الكلام الواضح مش كل حاجه اسمها مؤامره يا جماعه، ومش كل قرار ضدك يبقى ظلم. في حاجه اسمها لوائح وقوانين، انت جماهيرك تعدت تم معاقبتها. ده انت متعاقب مباراتين، منهم مباراه بدون جمهور، ومباراه تانية مع ايقاف التنفيذ، يعني الجمهور يحضر ولكن مع ايقاف التنفيذ لو حصل منه حاجه. احنا بجد يا جماعه اللي اختشوا ماتوا. تعالى خبرنا التالي بقى، وقنبله امام عاشور. امام عاشور يا جماعه لعيب على الاهلي، 8 مليون دولار كاش، او ممنوع اللمس او ممنوع الاقتراب وممنوع التصوير. ايه اللي بيحصل في ملف امام عاشور يا جماعه؟ كواليس مشتعله من داخل النادي الاهلي تكشف عن حاله غضب وطوارئ داخل التتش. ازاي الكلام ده؟ القصه بدات من ظهور واحد بس، والد زيزو ظهر معاه في السعوديه. الدنيا اتقلبت حرفيا. ظهور والد زيزو مع والد امام عاشور في السعوديه فجر القصه، واخبار مفاوضات مباشره مع انديه دوري روشن انتشرت بسرعه الصاروخ. الاهلي سكت؟ لا، الاهلي حط ايده على الملف. الإدارة تابعت الموقف وبتترقب وبحذر شديد، وشايفة إن اللي بيحصل هو لعب بالنار. ولجنة الكورة بقيادة ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ قالت كلمتها: إمام عاشور مش للبيع وما ينفعش إن هو يمشي. الرقم الرسمي اللي اتحط يا جماعه 8 مليون دولار كاش كحد ادنى للتفاوض، غير كده مفيش كلام وممنوع الاقتراب. ليه الرقم الكبير دوت؟ المصدر اكد يا جماعه ان امام عاشور هو العمود الفقري للفريق وعنصر اساسي في مشروع المونديال القادم 2029، ده لازم يبقى موجود. يعني خروجه يساوي ضربة قاضية مش للفرقة بس، لا ده ل4 سنين قدام. امام عاشور لازم يبقى متواجد. طيب والحل؟ الاهلي مش هيستنى يا جماعه. الاداره بتدرس دلوقتي تعديل عقد اللاعب، زياده راتبه، تحصينه ضد الاغراءات الخليجيه. هي دي اللي بتفكر فيها الاداره. بس الغضب الحقيقي مش من العروض، الغضب داخل التتش. سببه طريقة التفاوض. رقم 1، تحركات من وراء الكواليس وكأنها اختبار قوة بين الأهلي وأندية روشن. أندية روشن عينيها على اللاعب إمام عاشور بقى عريس يا جماعة الميركاتو. والسؤال الأهم: هل ال8 مليون دولار كافية للتفريط في إمام عاشور، ولا الأهلي هيقفل الملف نهائيا؟ هل اللاعب لو زيزو مشى من الفريق راح السعوديه، زيزو امام ممكن ان هو ينزل العقد بتاعه، ولا اللاعب هيفضل يصعد مهما حد مشي وهو عايز يبقى نمبر 1 داخل الفريق ويبقى فيه جاب كبير ما بينه وما بين اي لاعب؟ اللي بيحصل ده مش انتقال عادي، ده زلزال ممكن يغير الشكل بشكل عام في النادي الاهلي. يا اما يمشي في الطريق الصحيح يا اما يبقى زي ما هو. اللي بيحصل ده مفاجأة كبيرة جدا. والد إمام عاشور في السعودية، وده أهم شيء زيزو إمام بيلعب عليه. أبويا في السعودية، أنتوا فين بقى من الكلام ده؟ كل واحد بقى يظهر فلوسه ويوريني. هي دي الرسالة اللي بعتها إمام عاشور لإدارة النادي الأهلي. خبرنا التالي بقى، وخبر برضو اكثر سخونه. قال لك اوضه لبس النادي الاهلي ولعت، لعيبه غضبانه وقرارات صادمه. ايه السبب يا جماعه؟ الكلام ده اتقال على لسان كابتن خالد الغردور، وكشف كواليس خطيره جوه الفريق. ايه اللي وصل الامور للغليان ده بالشكل ده؟ الازمه بدات من لائحه المكافئات يا جماعه. المكافئات بتصرف لقايمه المباراه بس، اللي بره القايمه والمصاب ملوش في الفلوس. ده بالنسبه للمكافئات. طيب واللعيبه اللي بتتدرب وملتزمه برضو بره القصه دي.
لعيبه كتير شايفين ده ظلم كبير جدا، بيقول احنا ملتزمين مع الفريق، ليه ما فيش تقدير؟ يعني انت تلعبني تنزل لاعب تاني مكاني، طب ما تلعبني انا ذنبي ايه؟ تمام. وده خلق حاله من الغضب حقيقيه جوه اوضه اللبس. بس دي مش المشكله او الازمه الوحيده، لا ده العقوبات بتطبق بشكل جماعي حتى اللعيبه اللي مش بيلعبوا او خارج القايمه. يعني لاعب مش بيلعب وكمان يتعاقب. بعض اللاعبين اعترضوا رسميا وطلبوا باعاده نظر في اللائحه علشان يكون فيها جماعه عداله. طب الاداره ردت ازاي؟ الاداره خدت قرارات قويه، تقليص صلاحيات مدير الكوره اللي هو صلاح الدين ووليد صلاح الدين، ونقل صلاحيات العقوبات لمين؟ لياسين منصور والسيد عبد الحفيظ. والاخطر بقى القرارات دي مش مؤقته، عقوبات فوريه على اي اخفاق ومستمره لحد نهايه الموسم، فرض الانضباط باي ثمن. بس السؤال، الانضباط ولا هيبقى فيه انفجار داخل اوضه اللبس؟ هل النادي الاهلي هيستعيد توازنه ولا الازمه هتكبر وتخرج بره السيطره؟ لما العدل يغيب اوضه اللبس بتتكلم بالطريقه اللي احنا بنشوفها دي. فلازم تركز معايا خلال الايام الجايه وشوف ايه السبب اللي وصل الموضوع ده. لعيبه الاهلي غضبانه، والسبب الاساسي الفلوس اللي هي بتختلف من لاعب للاعب، والعقوبات اللي هي بتظلم الجميع. يعني بمعنى اخر السيئه بتعم والحسنه بتخص، وده بوظ اوضه اللبس. خلينا بقى نروح بقى لزمالكنا الحبيب، واقول لك ان الزمالك كان عالي جدا في التدريبات، واتكلمنا امبارح وقلنا كواليس وتفاصيل استر كومباني. الزمالك يفوز بخماسيه. نادي الزمالك يا جماعه معتمد جمال بيفكر بامير عبد العزيز كجناح ايسر، كجناح ايسر. انا كنت بقول الجزيري ممكن يلعب، ولكن اللاعب بيقول لك بيأدي مباريات، ممكن ان هو يأدي وممكن ان هو يكون مكان احمد شريف وهو بيجربه، لان احمد شريف ما اداش مردود، وفي نفس الوقت برضو شيكو بنزا ما اداش مردود، فبيحاول يجربه في الجهه ديت علشان يقدر ان هو يستغلها، لان هي حرفيا الجهه ديت ماتت نهائيا. بالنسبه بقى موضوع شركه الكوره وخبرنا التالي، شركه الكوره في اجتماع ما بين هشام نصر بيسافر في دول زي الامارات والسعوديه وناس بقى محبه لنادي الزمالك علشان يقدر يكون بقى اعضاء شركه الكوره داخل نادي الزمالك. الموضوع عايزينه يبقى قانوني وموضوع كبير جدا علشان يقدروا يضخوا في نادي الزمالك فلوس يقدروا يقفوا بيها على رجليهم، وفي نفس الوقت محدش يطعن بقى في شركه الكوره، ويبقى الموضوع قانوني بشكل كامل خلال الفتره الجايه. معتمد جمال خلال الفتره اللي فاتت ديت ما حطش حارس مرمى بيعتمد عليه بشكل او مين اللي هيلعب في مباراه المصري القادمه، ولكنه استنى او هيرجي الموضوع لغايه ما يرجع بقى اللاعب حارس المرمى المهدي سليمان. معتمد جمال ادى راحه لمده 24 ساعه وراحه للاعبين، وهيبتدي ان هو يستمر في التدريبات من غدا ان شاء الله باذن الله. نتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك، ونتمنى التوفيق بقى لمنتخب مصر، ولكن ما رجعوش يقول لك بقى ايه ده منتخب الاهلي وبص الاهلي وهو الاهلي ومفيش غير الاهلي. هو ده الكلام اللي بيضايق، وهو ده الكلام اللي بيخلينا دايما بنهاجم. بهذا الخبر ينتهي الفيديو ولم تنتهي اخبارنا، وعلى وعد باللقاء. دمتم سالمين.